السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم أحمد. النهاردة هنتكلم عن تجربة الباك سكاترينج اوف بيتا بارتكلز. في التجربة دي احنا هنستدي how back scattering factors depend on the atomic number Z on the backing material. هنشوف ازاي الباكينج scattering factor بيعتمد على الاتوميك نمبر اللي هو الزد نمبر. حلو قوي. كمان هنستدي هاو ان الباك سكاترينج depend on the energy of the incident beta particles، وهنحسب الرينج بتاع البيتا بارتكلز. يعني هنشوف تأثير الزد نمبر على الباكينج سكاترينج فاكتور، وهنعرف يعني ايه طبعا. وهنشوف تأثيره كذلك الباك سكاترينج، يعني عملية السكاترينج اللي اسمها الباك سكاترينج، على الانرجي والرينج كمان. طيب الفيزيكال برنسبل اللي احنا هندور عنه هو ايه؟ بص يا سيدي، when beta particles اللي هي الالكترونز interact with matter، لما بتبدأ interact with matter they undergo، زي ما احنا عارفين، هي ممكن تعمل elastic scattering with the atomic nuclei، ممكن تعمل elastic scattering، أو they may lose electrons through inelastic collisions، ممكن تخسر عن طريق ان هي تعمل inelastic ايه collisions. وشفنا الكلام ده في الفيديو اللي قبل ده اللي هو البيتا absorption. طيب تخيل كده ان انا عندي source بالشكل اللي قدامي ده. طيب if a back scattering material is placed behind البيتا source، يعني جينا حطينا material حطيناها ورا البيتا source. يعني تخيل كده معايا مثلا ان ده مثلا البيتا source بتاعي، جيت انا حطيت material هنا كده او حطيت material هنا، تتوقع ايه؟ ان some particles، بعض البارتكلز emitted away from the detector، يعني مش هتروح للديتكتور، هتتعكس. ليه؟ لان تخيل كده مثلا معايا ان مثلا ده السورس مثلا، فالسورس ده بيخرج في كل الاتجاهات. لو ده الديتكتور بتاعي اللي فوق، فالحاجات اللي بتخرج في الاتجاه اللي تحت ده مش هتوصل للديتكتور. لكن لو انا حطيت ماتيريال زي الماتيريال دي مثلا او الماتيريال دي تحت السورس، هلاقي ايه؟ هلاقي ان السورس بتاعي ابتدى ان هو يخبط في الماتيريال اللي تحت اللي انا حطيتها، وبعد كده يتعكس ويروح لمين؟ للديتكتور. العملية دي هي عملية الباك سكاترينج، عشان كده بيسموها باك سكاترد، يعني كأنه اتعكس. يعني بدل ما هو كان خارج هنا ومش عمره ما كان هيخش للسورس، لا ده اتعكس وهيدخل للسورس. طيب is back scattering material is placed behind the beta source, some particles emitted away from the detector are scattered backward by the material. يعني حصل لها scattering backward للماتيريال and enter الديتكتور. Therefore ان ال count rate increased compared with the case without backing material. يعني لو انا عملت كاونت ريت وجيت مثلا شلت كل الكلام ده وسبت السورس ودوست كاونت، فمثلا هيقرا 100. طيب جه مثلا حطيت مادة باك سكاترينج، لا بلاقي ان الكاونت بتاعي زاد بقى مثلا 105، وده دليل على تأثير وحدوث الباكينج سكاترينج. شكل تاني بيوضح، يعني تخيل كده ده سورس ديبوزيت سورس، هنا مثلا ده مثلا الالكترون الاولاني، الالكترون الاولاني هيخش الديتكتور بالشكل ده. طب التاني لا، التاني ممكن يمت في اتجاه عكسي ويخش الباكينج سكاترينج ويفضل يعمل كوليجنز ويفضل بقى سكاتر 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 بالشكل ده، وبعدين يرجع يدخل تاني. فبيقول لك ايه to understand the effect of back scattering، عشان تفهم بقى الافكت بتاع الباك سكاترينج assume that the solid angle، افترض اولا مبدئيا ان السوليد انجل بتاعتك هي 10 باور نيجاتيف 2. طيب ايه هي السوليد انجل؟ السوليد انجل بتعبر عن الفراكشن سين باي ذا ديتكتور. يعني ايه؟ الديتكتور ده ما بيشوفش كل البارتكلز، لا بيشوف جزء منهم. طب ديبند على ايه؟ ديبند على وجود السورس ووجود الديتكتور، المسافة بينهم قد ايه، يعني هل هما بعاد عن بعض، قريبين عن بعض. كل ده اللي بيحدده هو السوليد انجل. فالسوليد انجل دي يعني حاجة مهمة جدا جدا، لازم تاخدها في الاعتبار ان هي ثابتة. يعني مش شوية السورس يبقى هنا وشوية السورس يبقى هنا، لا السورس تثبت مكانه. فلما تثبت مكانه بتثبت قيمة السوليد انجل. فالسوليد انجل ده الجزء اللي بيشوفه الديتكتور، لان الديتكتور ما بيشوفش كل الحاجة اللي بتخرج من السورس بتاعي. بيقول لك برضو ايه كمان also assume that all particles entering the detector are counted. يعني برضو افترض ان الديتكتور بتاعك ده ideal، يعني اي حد هيخشه هيحصل له count. يعني احنا بنفترض ان الديتكتور ده مفيش زيه، اي حاجة بيكاونت ليه على طول. طبعا ده في الحقيقة مش موجود، بس يعني ده افتراض. طيب كمان بيقول لك ايه، افترض ان السيلف ابسوربشن الزيرو. ايه السيلف ابسوربشن ده؟
سيلف ابسوربشن هو ان بدل ما البارتكل يخرج من السورس ويحصل له ديتكشن، لا ده السورس نفسه ممكن يابزورب البارتكل ويمنعه ان هو يخرج. تخيل، يعني المفروض ان البارتكل خارج من السورس ورايح للديتكتور، لا فيروح السورس نفسه عامل له كابتشر ويمنعه من ان هو يخرج. دي عملية السيلف ابسوربشن. فبيقول لك يعني assume ان السيلف ابسوربشن is zero and there is no medium that might absorb or scatter particle. بيقول لك كمان البارتكل اللي هو خارج ده افترض ان هنا مفيش هواء ولا في اي حاجة ممكن تابزورب ليه. يعني انا ماشي في حالة ايديال جدا جدا جدا، يعني انا فارض ان مفيش هنا حتى هواء هيعمل سكاترنج او يعمل ابزورب للبارتكل وهو خارج اهي، اللي هو زي ما هو كتب كده there is no other medium that might absorb or scatter the particle except the source of backing. يعني مفيش حاجة هتعمل scattering غير الباكينج source بتاعي. particle when in figure 8.15 is emitted toward the detector. يعني particle 1 ده emitted وخرج راح ناحية الايه الديتكتور. particle 2 is emitted in opposite direction، يعني emitted ولكن في اتجاه عكسي. طيب without the source of backing، تخيل كده ان الباكينج اللي موجود ده مش موجود، particle 2 would not turn back. يعني ساعتها particle 2 ده هيفضل ماشي كده 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 وعمره ما يخش الايه للديتكتور. طيب with the packing material present، طب لو انا عندي بقى مادة packing material موجودة، قالك ايه بقى؟ قالك there is a possibility، في احتمالية مش اكيد طبعا، there is a possibility that particle 2 will have scattering interaction، ان particle 2 ده هيبدأ يعمل scattering interaction there have its direction of motion changed، والscattering ده هيغير ال direction of motion يعني اتجاه الحركة and enter the detector ويرجع يخش الديتكتور. يبقى هي باختصار فكرة السكاترنج ان انا عندي ان في عندي مادة موجودة، المادة دي عملت سكاتر لمثلا الالكترون او البيتا، رجعت انه الديتكتور ممكن يعمل له ديتكشن تاني. طيب تعال نفترض ان الكاونت ريت بتاعي مثلا ب 100 كاونت في الدقيقة، ظبطت الديتكتور بتاعي وبيديني في الدقيقة 100 كاونت and there is no packing material packing of particles towards the detector. ما عنديش باك سكاترنج موجود، يعني الديتكتور بتاعي ما فيش اي باك سكاترنج حاطه. لجيت احسب بقى السترينث بتاع السورس. السترينث اوف سورس ده يعني ايه مبدئيا؟ ده عدد the number of total particles emitted by the radioactive source per unit time in all directions. يعني ايه؟ يعني السورس ده بيخرج لي عدد من البارتكلز كل ثانية، صح؟ طيب العدد ده او كل دقيقة او كل ثانية او ايا كان العدد ده قد ايه؟ ده انا عايز اعرفه. طيب هل العدد ده كله بيقرا الديتكتور؟ طبعا لا، الديتكتور بيقرا جزء بس ديبند على السوليد انجل. طيب حلو قوي، يبقى انا لو عايز احسب السترينث فهو عباره عن الار اللي انت قريته على السوليد انجل بتاعتك. طيب الار كانت ب 100 واحنا افترضنا ان السوليد انجل مثلا ب 10 باور نيجاتيف 2، ده معناه ان هيطلع ايه 10000 بارتكل بير مينيت، يعني هيطلع عندي 10000 بارتكل في الدقيقه. يبقى السورس ده بيطلع 10000 بارتكل في الدقيقه، ولكن الديتكتور بيكاونت كام من 10000؟ بيشوف كام من 10000؟ 100. طب ليه بيشوف 100 ما بيشوفش الباقي؟ ديبند على السوليد انجل، وديبند ان هو المسافة اللي ما بينهم قد ايه والزاوية قد ايه اللي محطوطة والكلام ده كله. فالسوليد انجل فاكتور مهم جدا. انت نفسك لو السورس غيرت مكانه، بدل ما بتحطه في الدرج الاول حطيته في الدرج الاخير او في النص، هتلاقي ان الكاونت ريت ايه اتغير. طيب if a source packing scatter 5% of particles، يعني افترض بقى ان احنا حطينا باك سكاترنج سورس والسكات باك سكاترنج ده عمل سكاتر 5%، يعني زود 5% من القراية، يعني بدل ما كان بيقرا 100 بقى يقرا 105 count per minute. لو جيت استخدمت نفس القانون ده اللي بيحسب لي السترينث بتاعت السورس، هروح اعمل ايه؟ هروح معوض. طيب even though it is still the same source، انا ما غيرتش السورس as before، يعني بيفكرك if the source of packing factor is not taken into account، يعني هنفترض بقى ان انا ما حطيتش ان في packing factor وكده وخدت ال 105 وخلاص، the source strength will enormously determined as ان الاس يعني هتتعرف بالشكل ده ان الاس السترينث بتاع السورس هو الار على السوليد انجل. فالمرة دي هكتب 105 على السوليد انجل اللي هي 10 باور نيجاتيف 2، طلع معايا 10500 10500 particle per minute which is not true. وده مش صح. ليه مش صح؟
لان في الاول طلع لي 10000. ازاي لما حطيت باكينج فاكتور طلع 10500؟ تقول لي مش الباكينج فاكتور ده زود الار، والار ده لما زادت بالتالي الاس بتزيد؟ لا، افهمني. الاس او السترينث سورس ده بيعبر عن كل البارتكلز اللي بتخرج من السورس قد ايه؟ 10000. فما تجيش كمان شوية تقولي ده بيخرج 10500 ولا 11000 ولا 12000. لا، السترينث ده بيديبند على نوع السورس. هل السورس ده بيخرج 10000، في سورس تاني بيخرج 5000، في سورس تاني بيخرج 20000، في سورس تاني بيخرج 30000. فلما اجي احط باكينج سكاترنج ده معناه ان السورس هيشد حيله وهيبقى اقوى وهيخرج لي عدد بارتكلز اكتر؟ لا طبعا، ده كلام مش صح. عشان كده القانون ده مش فاليد، هنضطر ان احنا نعمل له ايه؟ كوريكشن. طيب قبل ما نعمل له كوريكشن تعالى بقى نعرف الظاهرة اللي حصلت او الفاكتور اللي غير الرقم ده، وهنسمي الفاكتور ده باسم الباك سكاترينج فاكتور، وبنديله رمز F سبسكريبت B. B دي يعني tends for back scattering، و F دي tends for طبعا فاكتور. طب بيديفاين باي ايه بقى؟ هو number of particle counted with source packing، يعني عدد البارتكلز اللي انت كونتها بالسورس باكينج اللي هم مثلا 105 على number of counted without source packing، يعني عدد البارتكلز اللي انت عملتها count without source packing مثلا اللي هي طلعت معايا مثلا ب100. ف105 على ايه؟ 100. طبعا from the definition واضح كده ان obvious، يعني ان الاف بي هي اكبر من او تساوي الواحد واصغر من الايه؟ من الاتنين. يعني ده منطقي، لان دايما without with packing factor فدايما الرقم ده هيبقى اكبر من الرقم ده. يعني مثلا ده ب100، فانت لما تحط مثلا باك سكاترنج ماتيريال مثلا هيزيدوا 105 110 على حسب، ولكن اقصى حاجة هتبقى الاتنين، ودي الماكسيمم theoretical value. يعني مستحيل ان انا ازيد عن الاتنين. ليه؟ لان احنا مثلا بنفترض لو هو مثلا بيخرج مثلا 100 في الاتجاه اللي فوق و100 في الاتجاه اللي تحت، فالماكسيمم انه يعمل ديتكشن ل200، صح؟ ليه؟ هو عمل سكاترنج لكل المية اللي نزلوا في الاتجاه اللي تحت اللي كانوا مش هيحصل لهم ايه؟ ديتكشن. طيب حلو قوي. طبعا من الاكزامبل ده تطلع معانا ان الاف بي تقريبا 1.085. تعالى بقى نعمل الكوريكشن بتاع السترينث. ساعتها السترينث هيساوي الار على السوليد انجل في الباك سكاترنج فاكتور الاف بي. تعالى بقى تاخد الار دي، الار بقى ايا كان اللي الديتكتور بتاعك بيقراها تكتبها على السوليد انجل بتاعتك في 1.05. ده الباك سكاترنج فاكتور بتاعي هيطلع معايا 10000 بارتكل بير مينيت، يعني عدد البارتكلز طلع برضو ب10000، ما اختلفش في اي حاجة خالص. طيب حلو قوي. السورس سترينث بقى دي property يعني of the source itself at not depend on the detector. يعني السورس سترينث دي يا شباب لازم تاخد بالك ان هي property تتبع للسورس نفسه، ملهاش دعوة بالديتكتور خالص. احنا مش مدخلين الديتكتور في المعادلة. طيب في برضو كلمة تانية اعتقد انتوا بتسمعوها كتير، كلمة الاكتيفيتي. الاكتيفيتي دي بتقيس عدد النيوكلير ترانسفورميشنز اللي حصلت في النيوكليوس، يعني عدد النيوكلير ترانسفورميشنز اللي حصلت، كام بيتا كام جاما اتحولت، مش عارف كام بروتون اتحول لنيوترون. الكلام ده اسمه الاكتيفيتي. لكن السورس سترينث ده بيقيس ايه؟ بيميجر الاميتد راديشن، يعني الراديشن اللي خرجت عندي الاميتد راديشن دي كام واحد، فبيقيسها. دي بيطلع بعد كده الكاونت بتاعي. فده بيقيس ايه؟ الاميتد راديشن. لكن النيوكلير ترانسفورميشن ده اللي بيقيسه حاجة تانية اسمها الاكتيفيتي، ودي انا ماليش دعوة بيها. ليه؟ ممكن الاكتيفيتي الواحدة تطلع لي 2 راديشن، ممكن تحصل. ايه المشكلة؟ يحصل لي مثلا بيتا وبعد البيتا يخرج جاما، فكده حصل اكتيفيتي ترانسفورميشن واحدة خرجت لي 2 راديشن، واحد بيتا والتاني جاما. عادي بيحصل في السيزيوم. طيب فالباك سكاترينج نقدر نقول ان الباك سكاترينج occurs يعني بيحصل mainly due to elastic collision، بيحصل بسبب الالاستيك collision. والالاستيك collision ده اللي بيحصل between ال charged particles والatomic nuclei. يعني عشان يحصل باك سكاترينج سببه الفيزيائي هو الالاستيك كوليجن اللي بيحصل. والالاستيك كوليجن ده بيحصل طبعا نتيجة الكولوم او الرازرفورد سكاترينج، وهوضح لك الكلام ده ازاي ان الالاستيك كوليجن بيحصل، وازاي ان الكولوم فورس لما بتزيد فمعناه كده ان الالاستيك كوليجن بتاعي بيزيد. طيب تعال نشوف الباك سكاترينج فاكتورز اللي بتأثر على الفاكتور بتاعي. ايه الباك سكاترينج فاكتور ده؟
اول حاجه بيعتمد على السيكنس. يعني ايه؟ تخيل كده ده السورس وده الديتكتور. هنا السيكنس، هل كل ما يزيد كل ما بزود عمليه الباكينج فاكتور؟ اه، ده لاحظناه. بس على طول؟ لا، مش على طول. يعني لحد معين وبيقف، يعني مش كل ما ازود يفضل يزيد على طول، لا، ده بيفضل يزيد يزيد يزيد، بعد كده بيبدأ يحصل له عملية نوعا ما من عملية الايه، الساتوريشن. طيب تعال نقولها بالعكس. The dependence of FP on thickness D as shown in the figure as ان دي تقرب من الزيرو، يعني كل ما دي المسافة دي تقرب من الزيرو كده، بص، الاف بي بتوصل لكام عند الزيرو؟ بتوصل تقريبا عند الواحد، which could be expected، وده متوقع. ان لما يكون السكنس قليل قوي قوي، ده معناه ان الباكينج فاكتور بتاعك هيوصل للواحد، يعني الباكينج فاكتور هيقل جامد 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 لأدنى مستوى ليه اللي هو الواحد. طيب for large thickness، لو انا بقى زودت السكنس، FP reaches a saturation value، هتفضل ال FP بتاعتك تزيد 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 لحد ما توصل لل saturation value which should also be expected، وده برضو يمكن أن نتوقعه since إن ال charged particle have a definite range. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي ليا رينج بنزله وبعد كده أقدر أرجع. اكتر من كده انا لو نزلت مش هرجع، فانا ليا definite range. فانا هنا هنزل اتعكس ارجع، هنا انزل اتعكس ارجع، هنا انزل اتعكس ارجع، هنا اخري. اكتر من كده لو زودت لي مش هيفرق بحاجة، لاني حتى لو خبطت فيهم وكملت تحت انا مش هقدر ايه، ارجع. عشان كده ليا ايه، ليا سيكنس او ليا ساتوريشن سيكنس بوصل عنده. هتلاقي ان الاف بي بتاعتك بتوصل مهما تزود السيكنس، لا ده هي ايه، بتفضل توصل لمرحلة من مراحل الايه، الساتوريشن. حلو قوي. يقول لك since the charged particle has definite range، يعني عندها range definite، ده معناه ان ليا maximum distance او saturation distance، دي اقصى مسافة اقدر ان انا اعمل بعد كده باك سكاترنج. اكتر من كده مش هقدر اعمل يعني باك سكاترنج، وهيبقى خلاص وصلت للايه، للساتوريشن. دي المسافة اللي بعدها الباك سكاترنج فاكتور بيبقى خلاص ايه، ثابت. فبنقول they can travel in packing material back scattered، يعني يحصل لهم back scatter and traverse the material again، يعني بيبدأوا يدخلوا للماتيريال تاني in opposite direction. therefore ان الابر ليميت بتاعك هو اقصى حاجة الالكترون يقدر يمشيها عشان يقدر يرجع تاني، لازم يكون الار على الاتنين، والار ده اللي هو الرينج بتاع البيتا بارتيكل، ده الماكسيمم ديستانس اللي تقدر تمشيها البيتا بارتيكل بماكسيمم انرجي. فاقصى حاجة خالص ان الساتوريشن ديستانس يبقى عبارة عن ار على الاتنين، وده طبعا نتيجة نظرية ما بتحصلش وبنسميها باسم single collision model. لكن عمليا بقى، عمليا لا، لقينا ان الدي اس او الساتوريشن ديستانس بتحصل عند 0.2 من الار او الرينج بتاع البيتا بارتكلز. يعني الساتوريشن ديستانس بتعتمد على الرينج بتاع البيتا بارتكلز، وسمينا ده بالمالتيبل كوليجن موديل. يبقى لازم تبقى عارف ان الساتوريشن بيوصل عند مرحلة ما، ايا كان نوع البيتا. يعني حتى لو البيتا قوية، الساتوريشن هيبقى يعني هيبقى كبير، بس في الاخر هيوصل لعملية الساتوريشن. ليه؟ لانه اقصى من كده مش هيقدر يرجع تاني نفس المسافة دي. طيب من الفاكتورز التانية بقى اللي بتأثر معانا هي الاتوميك نمبر اوف ذا ماتيريال. يعني ايه؟ يعني تخيل كده انا بعمل سكاترنج مرة مثلا ب زد نمبر زي الكبر، ومرة مثلا بالألمونيوم اللي هو الزد نمبر بتاعه 13. هل يفرق في الباك سكاترنج فاكتور الاف بي؟ يعني هل ده يفرق في الاف بي؟ اه يفرق. ليه بقى؟ لان هاير اتوميك نمبر، كل ما بتزود الاتوميك نمبر او الزد نمبر بتاعي، كل ما بيبقى عندي سترونج كولوم فورس او سترونج كولوم فيلد. طب الكولوم فيلد لما يبقى اقوى، ده معناه ان السكاترنج هيبقى اعنف وهيبقى ايه، اقوى. فانت كل ما بتزود هاير اتوميك نمبر، فده يعمل لك سترونجر كولوم ايه، سكاترنج. فور اكزامبل الزد مثلا ب 13 والكبر الزد بتاعته ب 29، فبتلاقي ان الكبر بيخرج لك جريتر باك ايه، سكاترنج. يعني بص هنا الكبر مديني باك سكاترنج اعلى من الايه، من الزد. يعني حتى هنا بص، هنا كده عند الزيرو ميف مثلا، ماليش دعوه بالانرجي ده دلوقتي. بص هتلاقي هنا الكبر، هنا الكبر اعلى من الالومنيوم، اعلى من الكربون. الاي يو ده اللي هو الجولد اعلى منهم كلهم. فليه؟ لان الاي يو الجولد الزد نمبر بتاعته اعلى، فكل ما الزد بيزيد كل ما الباك سكاترنج فاكتور بتاعي هو كمان اوريدي بيزيد. طب الانرجي بقى بتاعت البيتا بارتكلز، بص بقى،
كل ما الانرجي بتبقى قليلة معناها ان انا سهل اعمله سكاترينج وارجعه تاني، لكن كل ما الانرجي بتبقى اعلى ده معناه انه بيبنتريت ديبر، يعني بيبدأ يبنتريت الماتيريال بتاعتي جوه خالص، فده بيصعب عملية السكاترينج وان انا اقدر ارجعه تاني. عشان كده بص، لو بنقارن الباك سكاترينج ساتوريشن مع الانرجي، مثلا بص عند الانرجي 1 ميف، عند الواحد ميف مثلا، بص هتبدأ ان هي بتقل مع زيادة الانرجي. كل يعني الباك سكاترينج فاكتور بص بيبدأ يقل ازاي كل ما الانرجي تبدأ تزيد، سواء ايا كان النوع من الماتيريال اللي انت حاطه، سواء كربون، ألمونيوم، كبر، جولد، كلهم مع زيادة الانرجي بتبدأ ان انت يحصل عندك قللان. في منطقة كده ودي هنتكلم عنها كمان شوية، يعني nearly constant، يعني انت بتتكلم مثلا من 0.05 لحد مثلا يعني، او من يعني خلينا نفترض من 0.1 يعني لحد 1 تقريبا، او 1 وقول 2 مثلا لحد 2 تقريبا. المنطقة دي فيها كونستانت شوية في الباكينج فاكتور، يعني الباكينج فاكتور بتاعها ما بيتغيرش قوي مع زيادة الانرجي. يعني مع زيادة الانرجي بص تقريبا يعني التغيرات بسيطة موجودة طبعا، ولكن تغيرات بسيطة، ممكن نعتبر ان هي كونستانت، وهنتكلم عن الموضوع ده. بس ان جنرال لو الانرجي بتاعتي اكبر، يعني E1 مثلا اكبر من E2، تعالى مثلا هنا على سبيل المثال ناخد الالومنيوم، هناخد مرة باتنين انرجي E1 و E2، وهنفترض ان E1 اكتر من E2. E1 هتعمل بنتريشن اكتر، فده معناه ان عشان تعمل الباك سكاترينج بتاعها هيبقى الباك سكاترينج فاكتور بتاعها اقل. بص هنا كده، يعني مثلا اعتبر هنا عندي الواي اكسس ده اللي هو الباك سكاترينج، بص اقل دايما من من الاي 2. ليه؟ لان الانرجي اعلى فبيبنتريت ديبر، فهتلاقي انه بص بيكمل 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 بيكمل، بس طول عمره اقل من الاي 2 اللي هو اقل في في الانرجي. حلو قوي. هنا في الرسمة دي لا، انت هنا E1 و E2 هنا ما اقصدش بيهم كانرجي، انا اقصد بيهم كسورس، يعني كزد نمبر. افترض مثلا ان الزد هنا بتاعت E1 اقل من الزد بتاعت E2، فساعتها E2 هتلاقي ان هو وصل لباك سكاترينج هيبقى افضل، وقلنا ده بسبب قوة الكولوم فورس بتاعتي او الكولوم سكاترينج. طيب في سبيشال كيس وسبيشال اوبزرفيشن بنلاحظها، ودي ناس كتير لاحظوها عمليا، ان some energy ranges اللي هي approximately يعني ما بين 0.3 لحد 2.3 ميف، بنلاحظ ان for beta particles اللي ماشية بالانرجي دي الباك سكاترينج فاكتور may appear nearly independent عن energy. يعني الانرجي في الرينج ده، الباك سكاترينج بتاعي فاكتور ما بيعتمدش قوي على الانرجي في الرينج ده. ليه؟ لان في عمليتين عكس بعض بيحصلوا. ايه هما بقى؟ بيقول لك ان this happens because two competing effects balance each other، او بيوازنوا بعض او عكس بعض. as the energy increase، كل ما الانرجي بتزيد ده معناه ان البيتا particles is less easily deflected، يعني البيتا particles هتدفلكت او هتلف بصعوبة اكتر، صح؟ ده معناه ان الباكينج فاكتور هيحصل له هيقل. طيب هو when beta particles has higher energy، لما يكون عندها energy اعلى، مش ده معناها ان هي بترافل further inside the packing material، يعني بتخش جوه اعمق في الباكينج ماتيريال؟ تقول لي طب مش معنى ان هي بتخش اعمق في الباكينج ماتيريال يعني هي بتقدر تعدي قريب اكتر من النيوكلياي، يعني it passes near more nuclei، يعني بتعدي على نيوكليس كتير قوي جوه الماتيريال. كل ما بتغوص اكتر كل ما بتغوص اكتر بتقابل نيوكلياي اكتر. طب ما انت لما بتقابل نيوكلياي اكتر انت بتزود بتزود الاوبورتيونيتي، الفرصه ان يحصل باك سكاترينج، او بتزود الاوبورتيونيتي فور الانتر اكشنز بتاعت الباك سكاترينج. طب لما تزود الانتر اكشنز بتاع الباك سكاترينج فانت زودت الاف بي، صح؟ زودت الاف بي، يبقى انت زودت الانرجي، قللت الاف بي لانك قللت الديفليكت، بس عرضت الالكترون ده لنيوكليسات اكتر، فكل واحده منهم هتعمل له ديفليكت فبتزود الاف بي. ففي الاخر زياده الاف بي دي مع قللان الاف بي ده تقريبا بيديك كونستانت رينج. ومش دايما يعني ده بيحصل، بس دي اوبزرفيشن احنا اتلاحظت يعني في بعض الاكسبيرمنتس وبعض البيبرز اتكلمت عليها. طيب في الشغل العملي ده الجدول بتاعي دي من التجارب اللي بتيجي يعني تجارب نظرية. مديني هنا الاكس بالملي والاكس بالسنتي متحولة جاهزة، ومديني هنا الان باكينج طبعا للألمونيوم. هنا اكس بزيرو ده معناه انه مفيش، ده الان نوت كده، دي اول قراية الان نوت.
وهنا ده للكبر، وهنا برضو دي الان نود، وهنا لما ازود السيكنس طبعا لاحظنا ان الان بي ايه موجود. طيب وهترسم الرسمتين، هنا هتلاقي مثلا رسمة الألومنيوم بالشكل ده، وهترسم رسمة تانية للكبر، هتلاقي طبعا ان الكبر اعلى بالشكل ده. طبعا انت بتعمل الكلام ده ازاي عمليا؟ انت اول حاجة بتسيت الجي ام على الاوبريتنج فولتج، بتنشور طبعا كمان ان مكان الديتكتور والمكان بتاعك ثابت مفهوش اي مشاكل، وتبدأ تجيب الان نوت في الاول بدون اي باكينج، بعد كده بتزود الباكينج واحدة واحدة، وتبدأ تحسب الان بي بقى بالشكل ده. وما تنساش تحسب الايرور بار، الايرور بار بيتحسب من النتيجة دي. بتفضل تزود امتى؟ بتفضل تزود لحد ما توصل للساتوريشن. بص يعني الساتوريشن ابتدى يوصل اهو هنا تقريبا، يعني بص هنا فضلوا يزودوا لحد ما وصلوا للايه، للساتوريشن تقريبا. طيب بعد كده بتحسب ايه؟ بعد كده بتجيب الرينج، وهقول لك هتجيب الرينج ده ازاي. بعد ما تجيب الرينج تقدر تجيب الانرجي اللي هي بتساوي 1.8 في الار في الرو اللي هي الدنستي في زائد 0.245، وتحسب الكلام ده برضو مرة للسنجل ومرة للمالتيبل كوليجن. حلو قوي. عشان تعمل الكالكوليشنز بنفترض بقى كده عشان تبقى منظم، احنا بنقول عندي الماتيريال عندنا مرة ألومنيوم ومرة عندنا كبر، كل واحدة فيهم هنعرضها للسنجل كوليجن ومرة للمالتيبل كوليجن، مرة سنجل وهي مرة ايه مالتيبل. حلو قوي. الساتوريشن ديستانس، الساتوريشن ديستانس دي انت بتشوفها من الرسمة، يعني مثلا هنا كده بتشوف الساتوريشن تقريبا وصل عندك كام، مثلا وصل هنا وتشوفه بكام، هنا نفس الكلام تشوف الساتوريشن وصل عندك كام وتشوفه ايه هنا. طب اللي الزد بتاعته اعلى بتلاقيه يوصل للساتوريشن ايه اسرع. طيب يعني هتلاقي الساتوريشن اسرع للحاجات الكبر. طب بص هنا الكبر اهو الساتوريشن بتاعه ايه اسرع، يعني اقل في القيمة. ليه اقل في القيمة؟ يعني بص الساتوريشن بتاع الكبر هنا مثلا اقل في قيمة الساتوريشن، هنا مثلا الساتوريشن لا ايه اكبر فين في القيمة. طيب حلو قوي. طيب هتجيب بقى الساتوريشن بتاعك سواء بقى للكبر او للالومنيوم، هتلاقي هنا كده ده الساتوريشن وهنا ده الساتوريشن للكبر، وتبدأ تحسب الرينج. الرينج في السنجل موديل كان بيساوي 2 في الرو في الدي اس، في المالتيبل موديل كان بيساوي 5 رو في الدي اس. تحسبه هنا مرة وهنا مرة وهنا نفس الكلام، بتعمل نفس الكلام. هتحسب بعد كده الانرجي هنا وهنا، وبعد كده الانرجي هنا وهنا، وبعد كده تحسب الايرور طبعا ان انت بتجيب الثيوريتيكال فاليو للبيتا، وتبدا ان انت تبدا تشوف الثيوريتيكال فاليو بتاعت البيتا بارتكلز اللي بالماكسيمم طبعا انرجي، لان احنا هنا حسبنا الماكسيمم انرجي، وتحسب الايرور بتاعي. هتلاحظ ان المالتيبل موديل بيمثل الداتا اكتر من السنجل موديل، وده اللي حتى قالوه عمليا، وده اللي حصل معاكم هنا عمليا. طيب الكومنت بتاعي بقى على الرسمة زي ما اتفقنا، الكومنت بنكتبه بطريقة معينة. في الأول بنوصف، تعال بقى نوصف. بنقول the graph shows that the counting rate of packing factor FP increases with thickness، يعني بيزيد بزيادة الثيكنس of packing material. طيب for both aluminum and copper، يعني الاتنين بيبدأ بنلاحظ ان ال FP عمالة تزيد كل ما الثيكنس بيزيد. This increase is initially rapid at small thickness value، يعني انت في البداية خالص بتلاقي ان الانكريز ده سريع شوية، يعني الأرقام سريعة في الزيادة. then gradually slow down، بعد كده الأرقام بتبدأ تزيد ببطء شوية until إيه؟ until nearly constant، لحد ما يوصلوا للsaturation region بتاعي. طيب it is also observed that copper exhibits significantly higher backscattering effect compared to aluminum at all thickness، يعني هنلاحظ دايما ان الكبر اعلى من الالومنيوم عند كل الايه السكنس. طيب الاكسبيرمنتال داتا بتسبورت الكلام اللي احنا بنقوله ده، يعني الاكسبيرمنتال داتا مثلا للالومنيوم بنلاحظ اللي هي عند ايه، عند مثلا بتبدأ من 53261 وبتوصل لحد 54900، يعني شفت زادت ايه 1000 وشوية تقريبا، صح؟ فده كان ايه زيادة بسيطة في الكاونت حصلت، فده indicate small increase في الباكينج ايه scattering. طب بص في الكبر، في الكبر زادت من 53000 لا وصلت ل 58500، يعني زادت رقم حوالي مثلا 5000. فده معناه ايه much stronger back scattering، كان في back scattering اقوى عند الايه الكبر، اقوى من الالومنيوم. كل ده انا بعمل ايه بوصف، انا ما قلتش ليه، انا بوصف الداتا. بنفسر الكلام ده بقى ازاي؟ This behavior can be explained by the interaction of beta particles with the packing material. ده ممكن يحصل عن طريق ان احنا بنشرح الانتراكشن اللي حصل مع الباكينج ماتيريال من البيتا بارتكلز.
at small thicknesses يعني عند thickness صغير بنلاحظ increasing thickness increase the probability of scattering event. كل ما بتزود thickness شوية شوية بتلاقي ان scattering بيزيد شوية شوية. ده معناه ايه؟ ده معناه allowing more particles يعني بتسمح لعدد اكبر من particles emitted away from the detector يعني اللي كانت بعيدة عن الديتكتور انها to be radiated back ترجع تاني toward الديتكتور والديتكتور ايه؟ يلقطها. حلو قوي. however ولكن this increase does not continue indefinitely يعني ما بيفضلش يفضل يزيدوا كده لما لا نهاية. لا، ده after certain thickness of saturation occur بيحصل عندي saturation. بسبب ايه؟ بسبب ان البيتا بارتكل ليها finite range فيها في رينج معين، هو ده اقصى رينج ليها تقدر تتعكس بعده، بعد كده ما بتقدرش. ف only particles scattered within a limited depth near the surface can still escape from packing يعني لما انت بتعدي على limited depths نقدر نعكس and return toward the detector وبنرجع تاني للديتكتور. لكن particles that penetrate deeper يعني البارتكل اللي بتخش جوه اكتر lose more energy فبتخسر energy ايه اكتر. طيب البارتكلز that penetrate deeper اللي بتبنتريت جوه اكتر ف inside الماتيريال are less likely to emerge again يعني اقل احتمالية ان هما ايه يرجعوا تاني. therefore once ان ال packing thickness exceeds the effective depth يزيد عن ال effective depth فده contributing ال back scattering يعني انت بعد ما بتعدي ال effective depth انت خلاص يعني من اول بعد كده بقى بزيادة adding more materials does not produce additional returning يعني انت في اخرك saturation معين عديته adding more material مش هيفرق في حاجة. ليه؟ هيفضل nearly ايه constant. طيب الديفرنس between الالومنيوم والكبر اللي حصل بتاعي في الزد نمبر بقى بنفسره ازاي؟ بنفسره ان الكبر عنده هاي اتوميك نمبر زد زي ان الالومنيوم، ده معناه ان الكولوم فيلد of the nuclei stronger يعني الكولوم فيلد اقوى as a result ان البيتا بارتيكل passing through الكبر بتحس بايه؟ بسترونجر scattering and have greater probability. ليه؟ فانت ما بتمشي في الكبر بتلاقي كولوم فيلد اقوى فبتلاقي greater probability ان يحصل لك باك scattering ايه اكتر of being radiated back toward the detector وترجع تاني للديتكتور therefore وهكذا. او يعني وعليه copper produce larger back scattering effects and reaches saturation at higher value than الألومنيوم. وكده نبقى خلصنا التجربة بتاعتنا. أتمنى تكون أفدتكم وبس كده. السلام عليكم.